أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناتكم، القناة التي تهتم بأخبار الرياضة. في هذا الفيديو نشاهد كواليس جديدة للتكريم الذي خص به رئيس الجمهورية المتوجين في أولمبياد باريس 2024. كل من البطلة الظاهرة في الصورة إيمان خليف صاحبة الذهبية الأولمبية في تخصص الملاكمة، والثانية كيليان مور الجمبازية الجزائرية، أول جمبازية تتحصل على ميدالية ذهبية في الأولمبياد. وأخيرا هذا البطل جمال سجاتي صاحب برونزية سباق 800 متر رجال بالأولمبياد. وكان التكريم بحضور عائلات الأبطال في أجواء رائعة وتاريخية كما نشاهد في هذه الصور، ولقاء أخوي بين السيد الرئيس والأبطال الجزائريين، خاصة إيمان خليف التي تعرضت لحملة شرسة في الأولمبياد. إذن هذه الصور الجميلة للتكريم الذي خص به رئيس الجمهورية أبطال الجزائر في أولمبياد باريس، بالإضافة إلى حضور الفريق سعيد شنقريحة مراسيم التكريم كما نشاهد في هذه الصور. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، إلى فيديو آخر بحول الله.